انشئت كقلعة من قلاع الوطن تدافع عن حقوقه وحرياته وتدافع عن استقلاله وعن عزته وكرامته. كان هذا هو دور نقابة المحامين على مر التاريخ، لكن نقابة المحامين مرت طوال سنوات مضت ومنذ ميلادها حتى الآن بانتصارات وبانتكاسات رفعنا فيها الرايات وقررنا الصمود في مواجهة هذه الانتكاسات. كنا ندافع عن حقوق الإنسان وعن حريات المواطنين وعن استقلال الوطن. لم نتوانى ولم نتراجع ولم نتخاذل ولم نستسلم ولم نسلم لمن أراد لنقابة المحامين أن تعيش على هامش الحياة الوطنية المصرية. كذلك مرت نقابة المحامين بظروف مهنية عصيبة وصعبة وبظروف اقتصادية مليئة بالأشواك ومليئة أيضا بالانهزامات. عندما جئنا في عام 2001 في أول انتخابات تلت الحراسة القضائية التي كانت تحتل نقابة المحامين، كانت موارد نقابة المحامين تكاد تنضب أو تتلاشى وتناقصت إلى حد هدد مستقبل المعاشات فيها وهدد مستقبلها اللوجستي والإداري. لذلك كان علينا أن نقاتل من أجل أن نعيد بناء نقابة المحامين اقتصاديا وأن نعيد تهيئة أجوائها من أجل أن تقدم خدماتها وأدواتها وما لديها من معطيات لأبنائها المحامين. كان قتالنا من أجل زيادة أتعاب المحاماة المقضي بها وقد كان، وزادت أتعاب المحاماة ب10 أمثال ما كان عليه الحال قبل عام 2001. كان ذلك بمثابة الغيث الذي أنقذ نقابة المحامين أو نهر نقابة المحامين من الجفاف. بهذا استطعنا أن نبني توازنا كبيرا داخل النقابة، أن نرفع المعاشات بعد أن كانت في تدنيها في حدودها الدنيا وحدودها القصوى بقدر ما أتيح هذه الزيادات من إمكانات ومن قرارات. أيضا استطعنا أن نبني إنشاءات ومنشآت ومقار داخل نقابة المحامين وعلى مسرح جمهورية مصر العربية بأكملها، وهذا الصرح الذي نتواجد فيه الآن هو أحد إنجازات هذا المشروع الوطني أو الاقتصادي لنقابة المحامين في فترة من 2001 حتى 2005. من أجل ذلك نحن نعتز بما بذل من عطاء ومن إمكانات ضخت لصالح المحامين ولصالح المحاماة. كانت موارد نقابة المحامين وكان احتياطي نقابة المحامين النقدي في عام 2001 يقل عن 30 مليون جنيه مصري. تركنا نقابة المحامين في 1/1/2008 في موازنة 1/1/2008 أصبح احتياطي النقدي لنقابة المحامين 136 مليون جنيه. هذا الذي قدم لم يكن منا من أحد ولم يكن عطاء من أحد، وإنما كان ادخارا وكان إدارة حسنة. استطاع فريق من القادة النقابيين أن يقدموا ما لديهم من إمكانيات من أجل أن يدبروا هذه الموارد ومن أجل أن يعيدوا التوازن لنقابة المحامين مرة أخرى. أيضا مرت نقابة المحامين بكبوة اقتصادية بأحداث 25 يناير وبثورة 25 يناير، الثورة التي انتصرنا لها جميعا وحرصنا عليها جميعا أصابت المحاماة في أعز ما يمكن أن يكون لدى المحامي من أدوات في عمله الأساسي وأدواته الأساسية عندما أغلقت المحاكم وعندما أغلقت النيابات وأقسام الشرطة وعمت الفوضى والاضطراب والبلطجة جموع مصر. توقفت أعمال المحاماة وتوقفت أنشطة المحامين الاقتصادية وتأثر وتوقف أيضا، وبالتالي أدوات نقابة المحامين
ومدخراتها التي تناقصت من 136 مليون جنيه احتياطي إلى 96 مليون جنيه في حوالي الفترة السابقة. في أقل من 3 أعوام تم هذا التناقص في ميزان نقابة المحامين. أيضا تعرضت موازنة نقابة المحامين 2008 2009 2010 2011 لأكبر انتكاسة اقتصادية أيضا عندما زاد العجز في هذه الموازنة عن 53 مليون جنيه. لذلك قررنا في مجلس النقابة أن نتحمل المسؤولية وأن نواجه الحقيقة بالحقائق وأن نواجه المحامين ولا نخدعهم وأن نقدم لهم ما وعدناه، شريطة أن يعلم المحامي ما الذي يمكن أن تقدمه نقابة المحامين وما الذي يمكن أن تمنحه في إطار ما هو متاح من إمكانيات. قدمنا مشروع العلاج وحاولنا أن ننقذ بهذا المشروع التدفق المالي غير المتناهي الذي حدث وخرب اقتصاديات نقابة المحامين. لكم أن تعلموا أن نظام العلاج الحالي الذي لم يرضي أحد ولن يرضي أحد يكلف نقابة المحامين سنويا حوالي 100 مليون جنيه. عندما أعددنا مشروع العلاج الجديد مع شركة الحياة التي وافق على التعاقد معها مجلس نقابة المحامين بالإجماع، وأنا أقول بالإجماع، ووافق عليها مؤتمر النقابات الفرعية التي حضرت التوقيع على هذا العقد أيضا بالإجماع، من أجل أن نقدم مشروعا اقتصاديا كان يمكن أن يوفر لنقابة المحامين حوالي 65 مليون جنيه أو 66 مليون جنيه سنويا. هذا المشروع الذي كان من الممكن أن يغطي احتياجات المحامي العلاجية وتأمينه الصحي حتى 60,000 جنيه بلا مساهمة من المحامي باشتراك لا يتجاوز 600 جنيه وتتحمل النقابة مثله، كان يمكن أن يكلف المحامين حوالي 36 مليون جنيه والنقابة 36 مليون جنيه، ويتوقف نزيف التدفق المالي الذي تتعرض له نقابة المحامين. لكن ظروف التعاقد وأيضا عندما كان شرط التعاقد وتمامه أن يكون عدد المشتركين حوالي 120,000 مشترك، للأسف الشديد تضاعف العدد المشتركين ولم يصل إلى 15,000 مشترك، وبالتالي استحال علينا أن نتمم التعاقد ولا أن ننفذه. والحقيقة أن هناك أسباب عديدة لهذا الذي حدث، منها أن الأمر لم يلقى عليه الضوء بشكل جيد، منها أن هناك من تعرض للمشروع ومن أساء إليه وحرض عليه ومنع وصول معلومات حقيقية إلى المحامين وأراد تشويه هذا المشروع للمحامين، فانتهت النتيجة إلى ما انتهت إليه. لكن نقابة المحامين مصممة على أن تبدأ عامها الجديد القادم بإذن الله بمشروع جديد للعلاج يوفر نفس الإمكانيات ويوفر نفس الفرص لصالح المحامين ولصالح إيقاف نزيف الضغط الاقتصادي على شؤون نقابة المحامين. أيضا أردنا أن نعقد جمعية عمومية نضع فيها إمكانيات النقابة في كفة والتزامات المحامين في كفة أخرى، ونقول إذا أردنا زيادة معاش المحامين ليصل إلى 1500 جنيه بحد الأقصى وحد الأدنى 500 جنيه، إذا أردنا أن نصرف معاشا للدفعة الواحدة، إذا أردنا أن نزيد المعاشات السابقة على هذا القانون، علينا أن نرفع الاشتراكات وأن نرفع الرسوم وأن نرفع قيمة وفئات الدمغ المختلفة. أردنا أن نضع هذا الاختبار أو هذا القرار أمام حضراتكم، وكانت الجمعية العمومية من المنتظر أن تنعقد في 30/6، لكن تعلموا ظروف الدعوة التي أجلت هذا الانعقاد، وسوف نعقدها بإذن الله عقب انتهاء الإشكالية القضائية في انعقاد هذا المشروع، لنقدم تصويتا جديدا على هذا المشروع. سوف يكون تصويتا ورقيا وليس تصويتا برفع الأيدي. سوف نقدم مشروع متكامل نقول أن المعاش يمكن أن يزيد بكذا وأن الرسوم تزيد بكذا في مقابل كذا، إذا وافقت نفذناه، وإذا رفضت لن ننفذ مشروعا لا يقبله المحامي ولا تقبله المحاماة. لذلك أردنا أن نقدم هذا المشروع أيضا من أجل أن يشعر المحامي أن نقابة المحامين تقف في ظهره وتقف معه وتقف من خلفه. ومن أجل ذلك أيضا استطعنا في إطار ترشيد الإنفاق وفي إطار ما يمكن أن نسميه أن جميع المتقدمين للقبول في نقابة المحامين الجدد القادمين من جهات مختلفة
عندما يشتركوا في نقابة المحامين يجب أن يشتركوا بفئات مختلفة عن الفئات الحالية حتى نستطيع أن نضمن لصندوق المحامين دخلا يمكن أن يساهم فيما انتهينا إليه، وهو معاش الدفعة الواحدة الذي تقرر نفاذه بإذن الله اعتبارا من أول أكتوبر القادم بمناسبة احتفالية نقابة المحامين بمرور 100 عام. هذا المعاش الذي يصرف في حالتين، في مرحلته الأولى، المرحلة الأولى العجز الكلي والوفاة بحد أقصى 100,000 جنيه للمحامي الذي أمضى اشتغالا 40 سنة، 30 سنة فأكثر 75,000 جنيه، 20 سنة فأكثر 50,000 جنيه، أقل من 20 سنة 25,000 جنيه. قررنا أن نبدأ هذا المشروع دون أن نحمل المحامين المشتغلين أي أعباء مالية إضافية حتى تنعقد الجمعية العمومية وتقرر ما تراه من ضوابط ومن قواعد اقتصادية من أجل تمرير مشاريعها الاقتصادية. أيضا نحن الآن في إطار عدة تدبير موارد مالية من خلال بعض المشروعات الاقتصادية التي لم تطرح أو يدرس أمر استثمارها استثمار حقيقي، مثل نادي أو مقر أو منتجع المحامين في الغردقة. نقابة المحامين تشتري حوالي 5000 لتر وكانت تؤجره بمبلغ متواضع. استطعنا أن نضع أيدينا على حوالي 17,000 متر. في إطار تقنين أوضاعنا عن وضع اليد سوف نطرح هذا المشروع بإنشاء سلسلة من الفنادق بالاشتراك مع شركات الفنادق العالمية من أجل أن يكون هناك دخلا اقتصاديا حقيقيا لصالح المحامين يمكن أن يوفر علينا كثير من الأعباء. وأنا أقول لكم لو نجحنا في هذه المشروعات الاقتصادية فنحن في غنى عن زيادة أي أعباء على المحامين في أي مرحلة من مراحلهم لنغطي صندوق المعاشات ونغطي صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية بالكامل. هذا الذي نفعله لن يثنينا عن أن نبحث عن مواردنا التي قيل المتعلقة بأتعاب المحاماة. حاول البعض أن يضخم من قيمة هذه الأموال ويقول أنها بالمليارات أو أنها بعديد من المليارات، وأنا أقول أن هذه الأرقام غير صحيحة، وأن من قال هذه الأرقام لم يقدم أي دليل على صحتها. من خلال موازنات نقابة المحامين نكتشف أن حجم أتعاب المحاماة الذي ورد سنويا لا يزيد عن 45 مليون جنيه. في أسوأ الحالات يمكن أن نفقد مثل هذا المبلغ في سوء عدم أو عدم تدبير التحصيل الجيد لموارد أتعاب المحاماة. لذلك قررنا أن نكلف وزارة العدل بأن تقدم لديها تقريرا بما في ذمتها من أموال مستحقة للنقابة، وأن نفرض موظفا على خزنة كل محكمة يحصل أتعاب المحاماة مع الرسوم تورد مباشرة إلى موازنة نقابة المحامين وإلى خزانة نقابة المحامين، بعيدا عن أن تدخل مرة أخرى لوزارة المالية ثم تعود من وزارة المالية أو تتعثر إلى نقابة المحامين مرة أخرى. هذه هي الضوابط الاقتصادية التي أردنا أن نضعها وأن نحدد ملامحها خلال الفترة القادمة. لكن أيضا لدينا ضوابط أخرى تتعلق بدور نقابة المحامين الوطني ودور نقابة المحامين المهني. نحن مقدمون على تعديل جديد لقانون المحاماة، وأنا أقول تعديل جديد لقانون المحاماة ليس في كل النصوص ولكن في النصوص التي تعزز أولا قواعد القبول في نقابة المحامين وسيطرة نقابة المحامين على من يقبل فيها، التي تعزز بالمقام الثاني إنشاء معهد للمحاماة يكون هو المعيار للترقي في درجات القيد المختلفة، أن يعزز حصانة المحامي في جميع المراحل، وأن ينص صراحة على حماية المحامي وحصانته في أعماله وأثناء وبسبب أداء عمله في أقسام الشرطة وفي النيابات وفي أقلام المحضرين وفي أي مكان يتواجد فيه المحامي بحثا عن العمل وبحثا عن المحاماة وبحثا عن حق الدفاع. هذه الضوابط نضعها، وأنا أقول مرة أخرى أن هناك مخاوف من بعض الذين قدموا مشروعات تتعلق بقانون السلطة القضائية، وأنا أقصد مشروعين: المشروع الذي قدم من نادي القضاة وهذا المشروع قد تراجع تماما، أما المشروع الآخر الذي كان يحمله المستشار أحمد مكي الذي أصبح وزيرا، فأنا أقول لزملائي أعضاء المجلس من الإخوان المسلمين: كنتم فيما مضى تقولون أنكم معارضة ولا تستطيعون أن تحققوا أي مواجهة مع الحكومة، وأنا أقول لكم اليوم أصبحتم الحكومة وأصبحنا نحن المعارضة،
ونطلب منكم ان تتحملوا مسؤوليتكم في الدفاع عن قانون المحاماه. نحن نتحمل مسؤوليتكم دون ان نتخلى نحن عن هذه المسؤوليه. سوف نقاتل اي مسؤول مهما كان اسمه ومهما كان شانه من يقترب من عرش نقابه المحامين ومن كرامه المحاماه ومن خصوصيه المحاماه ومن حصانه المحامي. سوف نقطع هذه اليد وسوف نقطع هذه الساق مهما كان صاحبها ومهما كانت الدوافع من اجلها. لكننا ايضا يجب ان نعمل كفريق واحد من اجل الدفاع عن نقابه المحامين بلا مزايده من احد على احد. لكن القضيه اصبحت واضحه. سوف اقدم لحضراتكم خلاصه ما انتهينا اليه من تعديلات لتبت الراي النهائي عليها، لان شرط الموافقه على مشروع قانون المحاماه شرط الاول وحده المحامين، وحده صف المحامين، قوه المحامين. الشرط الثاني ان يصدر من مجلس الشعب الذي يتم انتخابه خلال المرحله القادمه. هذه المسؤوليه موزعه علينا جميعا بالعدل. ليس فينا الان من يقول انا صاحب خطوه للخلف. الكل يجب ان يتقدم الى الامام، والكل يجب ان يدافع عن حقوق نقابته وحقوق وطنه. بهذا التوازن ايضا نتقدم في كل قضايانا الوطنيه بلا تراجع وبلا انهزام. نحن الذين رفعنا شعار الدوله المدنيه. مصر دوله مدنيه، لن تكون دوله دينيه ولن تكون دوله عسكريه. الماده الثانيه من الدستور السابق لن نقبل تعديلا عليها ولا تحويرا في نصوصها. مبادئ الشريعه الاسلاميه هي المصدر الرئيسي للتشريع بلا زياده او نقصان. من يريد ان يزيد نصا سوف نقاومه، ومن يريد ان ينتقص منها نصا سوف نقاومه. هذه هي المبادئ الاساسيه والثوابت التي وقفنا عليها. لكننا ايضا نتابع وبقلق ما يجري حولنا من احداث، ما يجري من محاكمات يقدم لها اعلاميين بتهمه سب رئيس الجمهوريه، ويقدم لها محامين بتهمه سب المحكمه الدستوريه العليا. وانا اقول اننا نرفع مبادره باسم نقابه المحامين لنرفع هذه البلاغات جميعا وننهي هذه المنازعات جميعا. لا يجوز ان يقدم صاحب راي ولا صاحب فكر ولا صاحب مشوره ولا صاحب صحيفه ولا صاحب قناه ولا صاحب مرافعه الى المحاكمه من اجل الدفاع عن هذا الحق وعن هذه الكفاله. لن نقبل ان يجر الشعب المصري الى محاكمات وترويع. نحن نقول اننا نطالب من الرئيس مرسي ان يعلن من الان انه لن يصدر اعلانا دستوريا جديدا، وان عهد الاعلانات الدستوريه قد انقضى. نحن مع خروج كل العسكر من دائره العمل السياسي، نحن مع خروج العسكريين من المشهد السياسي، فلا عسكريين في المشهد السياسي. وعدنا الى المربع رقم 1. هذا المربع الان يقود رئيس منتخب، ولنبدا كما اردنا ان نبدا منذ شهور. الدستور الذي يجب ان تتمسك به الامه وان تدافع عنه الامه باكملها. دستور لا يضع حزب بعينه ولا تيار بذاته، وانما هذا الدستور يجب ان يشارك في صناعته كل الوطن المصري بمختلف طوائفه وفي اطار توافقي. لا يمكن ان يصدر الدستور باغلبيه تصويتيه، لاننا بذلك نقضي على مستقبل هذا الوطن ونمنع اي امكانيه لاي توافق خلال الفتره القادمه. نحن نقول ان هذا التعهد من الرئيس مرسي لازم، لاننا قبلنا ازاحه العسكر، فاننا لا نقبل اصدار اعلان دستوري يحدد او يصدر دستورا، لان رئيس الجمهوريه لا يملك اي سلطه دستوريه. الدستور هو الذي يحدد سلطاته وصلاحياته، وانتهى عهد المنح الدستوريه، واصبحنا اليوم في مرحله جديده، مرحله بناء للمرحله الانتقاليه يجب ان نقف فيها جميعا صفا واحدا من اجل الدفاع عن استقلال الوطن وعزته وكرامته، وايضا الدفاع عن محاماه وعزتها وكرامتها. شكرا لحضراتكم على هذا الحضور، تحيه لكم وتحيه لنقابه المحامين وللمحاماه في مصر كلها، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. أيها الزملاء الأعزاء، نشكركم جميعا على حضوركم وتشريفكم، ونشكر كل النقباء الذين حضروا
كما نشكر كل النقابات الفرعية كل واحد باسمه، وأرجو أن تسامحونا إذا كنا قد نسينا أحد. أيها الأخوة، إذا نظرتم إلى حدقات عيون النقابة العامة تجلسون على أهدابها، إننا جميعا نعتز بكم ونفخر بكم ونلتقي على خير إن شاء الله، وفقكم الله ورعاكم.